السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى فراخ مقرمشة مع بعض. نجيب فرخة من وزن كيلو لكيلو 200 ونقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين، وبعد كده نعمل لها محلول ملحي بعصير الليمون ونسيبها تتنقع في المحلول ده من ساعة لساعتين علشان تشيل منها أي زفارة. بعد كده يا باشا نجيب قطع الفراخ الصغيرة ونشرحها عشان التتبيلة تخش جواها. نديها فصين توم مفرومين، معلقتين صلصة حرة، وخش بينا على التوابل: معلقة بصل باودر ومعلقة توم باودر وملح وفلفل أبيض وفلفل أسود وزنجبيل وبابريكا وشطة. والتركة المهمة بقى ملح ليمون ومرقة دجاج فورية، ونديها 2 كوب لبن رايب ونقلبها كويس قوي علشان التتبيلة تخش جوه الفراخ، ونسيبها تبات في التتبيلة دي ليلة كاملة. نكون مجهزين عندنا 2 كوب دقيق، نديهم ربع كوب نشا، ويلا بينا نحط البهارات: معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة ملح، معلقة فلفل أبيض، معلقة شطة، معلقة بابريكا. نقلب البهارات دي كويس عشان ندخلها جوه الدقيق. نجيب الفراخ عندنا بعد ما شربت التتبيلة كويس جدا، نديها طبقة من الدقيق، ونكون مجهزين مية بتلج. ودي أهم حاجة يا باشا عشان تديك طعم القرمشة اللي انت بتحبه. تحطها في مية بتلج وبعد كده تديها طبقة تانية من الدقيق وننزل بيها في الزيت. بس اهم حاجة ان احنا ما نحطش قطع كتير فوق بعض في قلب الطاسة عندنا، واول لما تاخد عندنا اللون الذهبي الفاتح نشيلها وهي بتلون بعد ما تطلع من الزيت. وجربوها وان شاء الله تعجبكم. شكرا. ويلا بينا ندوق. وطبعا سامعين صوت القرمشة، وحرفيا هي جامدة جدا.